طيب هيئة قناة السويس ردت في بيان رسمي ذات انه احنا ما نقدرش نمنع الباخرة الحربية بموجب اتفاقية القسطنطينية. نعم. وجرى في يعني ردا على ذلك كتير من الهزار وكتير من الكلام الجد انه لا تستطيعوا، لانه كمان اسرائيل اخترقت كتير من الاتفاقيات بما في ذلك اختراق اتفاقية السلام والدخول في محور صلاح الدين او بين قوسين فيلادلفيا. ف حضرتك شفت ده ازاي؟ يعني شفت موقع البيان اللي بيرد على غضب المصريين من مرور هذه الباخرة الحربية في موقعه في مكانه صحيح؟ كان في مبررات لمنع السفينة؟ ما فيش مبررات؟ موقف الهيئة صح غلط؟ في دلالات لهذا البيان. أول حاجة كل عين تشوفها الفرق ما بين الشعب وبيان هيئة قناة السويس. الشعب غاضب ورافض مرور سفينة العدو، وقناة السويس تسمح به وتبرره. أنا واثق إن كل واحد بيشتغل في قناة السويس دي من إدارتها لمرشديها لعمالها، لو كان قراره بيده وإرادته تعبر عنه كان منع هذه السفينة أو حرقها. ومع كده الهيئة كهيئة رسمية بتطلع هذا البيان المخجل. لكن أنا عاوز أقول لك إن أول دلالة هو اتساع الهوة ما بين ضمير الشعب المصري وبيان أحد هيئات الدولة المصرية. وعندنا خلينا بقى ننتبه، لأن الفجوة دي بتزيد قوي، الفجوة ما بين مشاعر المصريين وما بين الموقف الرسمي للسلطة المصرية. وهذا أول ما ينبغي أن ننتبه له وأن نستشعر خطره وأن يرتب علينا واجبات. دي أول دلالة. الدلالة الثانية دي قلة حيلة الدولة المصرية. دي دولة قلة الحيلة. القانون يعني بما أنه هو اتفاقية القسطنطينية شكل قانوني، لكن في أشكال قانونية أخرى يمكن أن تجبها. أولها إن لسه في حاجة اسمها اتفاقية الدفاع العربي المشترك. صحيح. ومصر موقعة عليها ولا زالت ملتزمة بها كما هي ملتزمة باتفاقية القسطنطينية. وهذه الاتفاقية تلزم كل دولة عربية موقعة عليها بما فيها الدولة المصرية أن تتخذ من الإجراءات ما يردع أي عدوان على أي دولة عربية، وخصوصا إذا كانت فلسطين. فإذا كنت تشهد حرب إبادة استطالت حتى تجاوزت العام على غزة، جارتك، لحمك ودمك، والآن تتعلل باتفاقية القسطنطينية وتتجاهل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. نمرة 2، حتى طبقا لاتفاقية القسطنطينية لا يجوز أن تنطبق إذا كانت هناك حالة حرب، لأن مصر مالك قناة السويس، يحق لها قانونا أنها إذا كانت في حالة حرب أو أي طرف بينها وبينه علاقة تعاقدية مقررة أن تمنع سفن الدولة العدو من المرور. أنا عاوز أقول أن التفسير القانوني أن مصر بالتزامها باتفاقية الدفاع العربي المشترك وبالعدوان المشهود به من كل العالم بما فيه مصر، لأن مصر توصف ما يجري بأنه عدوان. صحيح. وخطابها الرسمي موقفها الرسمي أنه عدوان. فإذا كانت مصر ترى هذا عدوانا فلماذا تسمح بأن سفن العدو تمر من مرفق مصري؟ لأن مصرية قناة السويس مش موضع خلاف، لكن أنها ملتزمة مصر صاحبة هذا المرفق الممر الدولي حسب القانون الدولي باتفاقية القسطنطينية، لا يلغي سيادتها ولا يوجد ما يسمى في القانون الدولي ان ده اتفاق تفضيلي على غيره من الاتفاقات. فقلة الحيلة دي هي ان السلطة في مصر لا تريد ان تستخدم الاوراق اللي تمنع بيها السفينة
وتقدم لنا مسوغات صحيح انها قانونيه لكن مردوده عليها بطرق قانونيه ايضا. 3 وهو الاهم، هو فين القانون ده لدى العدو الصهيوني؟ اسرائيل بتحترمه فيه. يعني اسرائيل اللي دخلت ممر صلاح الدين واحتلته وضربت عرض الحائط باتفاقيه المعابر عندما احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبالملاحق الامنيه الاتفاق كامب ديفيد، وتعتبر اسقطت من جانبها كامب ديفيد. مصر ازاي قاعده صبر على هذه المهانه وعلى هذا العدوان على سيادتها وعلى اتفاقات هي طرف فيها ومش قادره ترد ولو بمنع سفينه وعندها اسباب تقدر تقولها؟ ده تعبير عن درجه الهوان. احنا هنا على نفسنا جدا، هنا على نفسنا وبنهين نفسنا وبنقلل شأننا ومش عارفين مقام هذا البلد العظيم اللي اسمه مصر ومش عارفين إمكانياته، ونعطي الدنية رغم ان احنا مش ملزمين بهذا ولا مضطرين إليه. ومن هنا أصل للدلالة الأخيرة. مصر تشهد غياب للإرادة السياسية التي تنتصر لقدرها والتي تحفظ مقامها والتي تحترم دورها والتي تستجيب لقدرها. الإرادة دي غايبة، وغياب الإرادة دي هو اللي خلى هذه الفرقاطة أو أيا كانت يعني هذه السفينة الحربية الصهيونية تعبر قناة السويس على عينك يا تاجر، بتغزنا بتهنا، كما لو ان اسرائيل جايه عندنا في مصر بعد كل هذا العدوان وبتحط صوابعها في عين مصر. خسئت اسرائيل. المفروض احنا اللي نحط صوابعنا، وكان مفروض ان احنا نقف بالقوه لنمنع العدو الصهيوني من اغلاق معبر رفح ومن احتلال ممر صلاح الدين فيلادلفيا. وكان مفروض ولا زال مفروض ان مصر تدرك ان مسؤوليتها الوطنيه والاخلاقيه والانسانيه والقانونيه انها تغيث اهل غزه البواسل العظماء، فعلى الاقل اذا ما قدمت لهمش سلاح تديهم ميه واكل ودواء. هذا هو الحد الادنى اللي كان يحفظ لمصر احترامها لنفسها.